في كل زمان يولد رجال لا يشبهون غيرهم، رجال لا تقاس قيمتهم بالمناصب أو الشهرة، بل بما تركوه في القلوب. من هؤلاء الرجال سطع اسم الشيخ أحمد الهجري، رجل حمل العباءة لا كرمز ديني فقط، بل كرسالة محبة وحكمة وكرامة. شخصية استثنائية في تاريخ جبل الباشان، ورمز من رموز الطائفة الدرزية الكريمة. ولد الشيخ أحمد سلمان الهجري في بيئة جبلية أصيلة، وسط عائلة عرفت بالحكمة والمكانة الدينية والاجتماعية. تربى على القيم التي تربى عليها أبناء الجبل منذ مئات السنين: الصدق، الكرم، الوفاء، وحفظ العهد. هذه القيم لم يتعلمها من الكتب، بل عاشها في كل تفاصيل حياته اليومية. لم يكن الشيخ أحمد الهجري مجرد رجل دين، كان صوتاً للعقل وملجأ للناس في لحظات الخلاف. مجلسه كان مفتوحاً للجميع، الفقير قبل الغني، البعيد قبل القريب. كان يستمع أكثر مما يتكلم، ويصلح بين الناس بحكمة الهادئ العارف. يقول من عرفه: يكفي حضوره لتهدأ النفوس. مضافته في بلدة قنوات كانت أكثر من بيت، كانت رمزاً للكرامة. فيها كانت تروى الحكايات القديمة وتحل النزاعات، ويربى جيل جديد على معنى الرجولة الحقيقية. كل من زارها شعر بدفء المكان وبهيبة الرجل الجالس فيها. هي مضافة بقيت شاهدة على روح التسامح التي كان ينشرها. في عام 2012 رحل الشيخ أحمد الهجري عن هذه الدنيا، لكن سيرته لم ترحل، بل بقيت حية في القلوب قبل الذاكرة. بقيت قصصه تروى، ومواقفه تحكى، واسمه يذكر بكل احترام. رحل جسد، لكن روحه باقية تنبض في كل من عرفه أو سمع عنه. الرجال الكبار لا يرحلون حين يرحلون، بل يتحولون إلى حكاية خالدة يتناقلها الناس جيلا بعد جيل. الشيخ أحمد الهجري اسم سيبقى محفورا في ذاكرة جبل الباشان، رمزا للوقار والكرامة والمحبة الصافية. رحمه الله وجعل سيرته منارة للأخلاق والأصالة.